الدرس اللي فات بتاع التاريخ كان بيتكلم عن مين؟ قال لك كان بيتكلم عن الحمله مين؟ الفرنسيه، والحمله الفرنسيه طلعناها بجلاجل زي ما بيقولوا كده. قال لك جاء نابليون بونابرت راح الشام، خلص عليهم، نزل من الشام اخذ بعضه وفلق وراح على فرنسا. فجي من بعده كليبر قال لهم والله انا مش عايز اقعد، عايز امشي. قام طالع البتاع اللي في النص انجلترا، قام راح قالوا له لا ما انتش طالع، صح؟ وفضل قاعد في مصر لحد ما جه واحد وقتله بعد ما ايه؟ قال لك بعد ثوره القاهره الثانيه. وبعد كده قام راح جاي حد ثاني اللي هو القائد الثالث اللي هو اسمه ايه؟ اسمه مينو يعمل ايه؟ قال لك انا مش عايز اقعد، فبدا يعمل اصلاحات في الزراعه والصناعه والتجاره. فجت انجلترا قال لك حوطت السواحل بتاعت مصر وخرجته برضه بالعافيه. يعني انجلترا خلف او عكس ايه؟ عكاس، لحد ما خرجت الحمله الفرنسيه من مصر سنه 1800 وكام؟ واحد. انا قلت لكم ان احنا عندنا حاجه مهمه عايز اعرفها، مين كان قائد ثوره القاهره الثانيه؟ عمر مكرم. ده اللي انا عايز اعرفه، من هو عمر مكرم؟ ظهر عندي ناس اسمهم الزعامه الشعبيه. من هم الزعامه الشعبيه دول؟ قال لك بقياده واحد اسمه عمر مكرم والثاني كان اسمه عبد الله الشرقاوي. قال لك بعد ما فرنسا خرجت من مصر سنه 1801 قال لك مصر دي بقت مطمع لمين؟ لناس كتيره جدا عايزه تيجي تحتل مصر، ومن ضمنها البتاع اللي طلع من النص ده وقال لهم انا هي اللي كانت عايزه تحتل مين؟ مصر. قال لك كان في 3 قوى عايزين يسيطروا، مماليك، عثمانيين، وانجلترا. كل واحد بيقول انا ليا الحق ان انا احكم. نيجي على الراجل الاساسي اللي كان بيقول لك انا ليا الحق ان دي بلدي، كانوا مين؟ دول ال3 قوى اللي عايزين يحتلوا مصر، مماليك، عثمانيين، وانجلترا. كل واحد من ده بيقول لك انا ليا الحق ان انا عايز احكم البلد. المماليك قال لك احنا السكان اصلا بتوع مصر ولازم ودي بلدنا، وطبعا دول حقهم لان اصلا مصر كان فيها المماليك وتعلموا فيها واللي كان جايبهم الايوبيين ودنيا كتير. فقال لك العثمانيين لا دي بلدنا من قبل ما فرنسا تيجي واحنا اللي كنا فارضين سيطرتنا عليها. فجت انجلترا وقالت لك لا يا باشا لا انت ليك الحق ولا انت ليك الحق، انا اللي ليا الحق، انا عندي تجاره وعايز امنها احتل مصر بالمره. كل واحد بيقول لك انا ليه الحق، لحد ما ظهر عند مين؟ قال لك ناس اسمهم الزعامه الشعبيه. الزعامه الشعبيه ديت قال لك بقياده واحد اسمه عمر مكرم. عمر مكرم هيعمل حاجه دلوقتي، حاجه بالنسبه لنا احنا كمصريين حلوه وفي نفس الوقت وحشه. تعالى اقول لكم ليه. عمر مكرم ظهر بالزعامه الشعبيه او القائد الشعبي العظيم اللي هيعمل للشعب كل حاجه انتوا عايزينها. يلا يا عمر يا مكرم هتعمل ايه؟ قال لك نعمل بقى زعامه شعبيه كبيره كده. كان هو واحد اسمه عبد الله الشرقاوي عملوا الزعامه. فجت العثمانيين حصل في الوقت ده عندهم مشكله. ايه المشكله؟ قال لك ان كان في ثورات كتير وهم عايزين يخمدوا الثورات دي، فراحوا بعتوا للسكان بتاعتهم السكان بتوعهم كانوا موجودين فين؟ تركيا. راحوا بعتوا للسكان بتوعهم موجودين في تركيا، وفعلا قال لهم احنا عايزين امدادات، هاتوا لنا ناس، هاتوا لنا ضباط. فبعتوا لهم الضباط. عارفين كانوا جايين معاهم مين؟ كان على راس الناس اللي كانت جايه دي او الضباط اللي جايين واحد اسمه محمد علي. مين محمد علي؟ قال لك ده هو واحد اتولد في بلد اسمها قولة في اليونان. الراجل ده اتولد هناك، للاسف ابوه توفى. بعد ما ابوه توفى اللي رباه كان عمه، وعمه فضل بقى ان هو ايه يعني بيسنده لحد ما الراجل ده التحق بالجيش التركي واصبح هو قائد فيه. فقال لك ان هو نزل بحمله على مصر. قبل ما ينزل اصلا على مصر حصلت معاه حته كده ظريفه، هو ما كانش عايز يروح، فقابل شيخ او قابل شخص كبير قال له هتروح بلد هتبقى انت القائد عليها، بلد هو انا اصلا مش عايز اروح مصر. فالكلمه دي خلته ان هو يروح على مين؟ على مصر. يلا يا محمد علي روح. وراح على راس مين؟ قال لك على راس الحمله اللي جه على مصر. اول ما وصل على مصر لقى في ثوره كبيره جدا، علماء وشيوخ وتجار كتير. فمحمد علي لما لقى ان الوضع مش معاه راح ساب الجزء العثماني واتجه الى الجزء المصري. يا محمد علي انت مش كنت جاي معاهم؟ قال لك اه بس بقيت ضدهم، ويهتف ضدهم بقى. انضم للعلماء والايه والمشايخ. كل ده وانت جاي يخرب عقلك، ده انت لسه ما عملتش حاجه، ده انت بالبدايه كده بتغدر بالناس. لما انضم بس هو استنى ركز معايا، هو ده مش غادر، ده هو انضم للعلماء والمشايخ عشان يعرف مطالبهم ويوصلهم لمين؟ للعثمانيين. فلما الشعب لقاه كده اصبح محمد علي راجل بقى كبير ومطلب شعب. تعمل ايه يا محمد يا علي؟ قال لك بقى اجتمع مع الزعامه وعرف طلبات البلد. ايه اللي موجود عندك في البلد يا استاذ؟ قال له البلد عندي بايظه، انا عايز اشيل حاكم وعين حد تاني. عايز اشيل الولي العثماني اللي موجود؟ قال له اه. طب هتعين مين يا محمد يا علي؟ واحد اسمه خورشيد باشا. يعني يا محمد يا علي انت هتروح للسلطان العثماني تقول له عين لي خورشيد باشا؟ قال له اه. وفعلا محمد علي راح للسلطان العثماني وقال له عين خورشيد باشا، وعينه. السلطان العثماني ما اعترضش، قال له ماشي عين خورشيد باشا. طب ثواني بقى، هو انت كنت شايل الولي العثماني الاولاني وعينت خورشيد ليه؟ قال لك عشان كان بيفرض الضرايب على المصريين، فلما تعين خورشيد المفروض يشيل الضرايب، صح؟ خورشيد طلع
انيل. خورشيد ده كان عمده اصلا في اسكندريه، طلع انيل منه، ده فرض الضرائب على المصريين وكانت اسوأ. الشعب يسكت؟ لا، عمل ثوره ثانيه، ثالثه رابعه مش فارق، لا ثوره ثانيه. الثوره الثانيه لما حصلت المره دي بيطالبوا ان هم يشيلوا مين؟ وعايزين يعينوا مين؟ طب يا عمر يا مكرم، طب ما تعين نفسك، ما تعين نفسك، انت مش مصري. قال لك لا، ده المفروض الوالي اللي يتعين هو والي ايه؟ عثماني تركي، لازم عثماني. فقال لك نعين اللي احنا عارفينه، محمد علي. يلا يا محمد يا علي، احنا عايزينك انت تتعين. طب هنعمل ايه؟ قال له تعالى معايا. راحوا اجتمعوا في مكان اسمه بيت القاضي او المحكمه، اجتمعوا فيه. لما اجتمعوا فيه قال لك طلعوا قرار اللي هم يعينوا محمد علي ويشيلوا خورشيد. يلا نروح على السلطان العثماني. هيبداوا ان هم يجمعوا بعض ويتجهوا للسلطان العثماني. جمعوا بعض، روحوا للسلطان العثماني. السلطان العثماني قال لهم لا، على جثتي وجثه شامبو. طب وشامبو ايه علاقته بالموضوع؟ قال لك ماليش دعوه، انا مش هعين محمد علي. فطبعا الشعب يسكت؟ لا، عملوا ثوره. الثوره بتقول ان هم عايزين يشيلوا واحد ويعينوا الثاني. السلطان العثماني جاب ورق فطلع قرار ان هو يعزل خورشيد ويعين محمد علي. واول ما محمد علي اتعين كان في بند في التعيين بيقول ايه يا استاذ احمد؟ قال لك بيقول لك ان محمد علي ما يعملش اي حاجه في البلد غير لما يرجع للزعامه مين؟ الشعبيه، اللي هو عمر مكرم ده الشرقاوي. فمحمد علي اول ما مسك غدر بيهم الحقيقه، غدر بيهم الحقيقه، وده كان غادر. مش انت اصلا قايل لهم ان انت هترجع لهم في كل امور الدوله اللي هتعملها؟ قال لك قال لك الراجل ده بقى ما سكتش، تعالوا لي. اول حاجه هيبدا يعملها ان هو يتخلص من الزعامه الشعبيه، مش هيقتلهم، لو قتلهم الشعب هيروح ضده هيثور. فقال لك نعمل ايه؟ قال لك المشكله هنا سيبهم دلوقتي. هنا قبل ما يتخلص من الزعامه الشعبيه حصلت له مشكله. مين المشكله؟ انجلترا. مش انجلترا كانت عايزه تاخد البلد؟ قال لك انجلترا بدات تبعت محاولات عشان خاطر تشيل محمد علي وتعين مكانه حد تاني. مين بقى؟ اسمه ايه؟ اسمه محمد بيك الالفي. محمد بيك الالفي ده اصلا كان واحد مملوك، كان من المماليك، ولكنه انضم بقى لمين؟ انضم لانجلترا. انجلترا هتبعت محاولات، المحاولات دي لمين؟ قال لك عشان خاطر نشيل محمد علي ونعين مكانه محمد بيك الالفي. وفعلا راحوا بعتوا قرار رسمي للسلطان العثماني بيقول فيه عزل محمد علي الى جزيره ثانيه او يبقى والي في مكان ثاني. قال لك يبقى والي في مكان ثاني؟ قال لك ودي اليونان. هي مش اليونان دي كانت تبع الدوله العثمانيه؟ قال لك ودي اليونان. فالسلطان العثماني طلع قرار فرمان ان محمد علي يبقى والي على جزيره موجوده اسمها سالونيك في مقدونيا في اليونان. الجزيره دي هيبقى محمد علي والي عليه. طب مين اللي هيمسك مصر؟ قال لك واحد اسمه محمد بيك الالفي. طب هو محمد بيك الالفي ده منين؟ قال لك من المماليك. طب اشمعنى دلوقتي خليت حد من المماليك يحكم؟ لان محمد بيك الالفي كان متحالف مع مين؟ مع انجلترا. ده كان القرار اللي انجلترا قالت عليه. يلا يا سلطان يا عثمان اعمل بقى. راح السلطان العثماني قال لهم انا موافق، اعزلوا يا ابن محمد علي. حاضر عزلناه. طب مين اللي هيحكم مصر؟ قال لك في حد جاي مع الحمله اللي هتعزل محمد علي هو اللي هيحكم، ده ولي عثماني هو اللي هيحكم مصر. طب محمد بيك الالفي مش عايز تعينه؟ انت كده مش عايز تعين محمد بيك الالفي؟ قال لك لا، ده سيبه على جنب، ده واحد مملوك. المهم ان هم يشيلوا مين؟ محمد علي. مين اللي عرف الكلام؟ اللي هي الزعامه الشعبيه. وقفوا جنب محمد علي وضغطوا على السلطان العثماني فتراجع عن ايه؟ عن كلامه. انجلترا تسكت؟ قالت لك لا. قامت رايحه بعت حمله على مصر. الحمله دي بقياده، هي متسميه على اسم قائد الحمله اسمه فريزر. الحمله دي جايه عشان خاطر تشيل محمد علي خالص، مش عايزينه بقى، وتعين بقى اللي هي كانت عايزاه. وفعلا الحمله دي ليها اسباب ان هي تيجي مصر. اولا ان هي تحتل مصر، ثانيا ان هم يشيلوا محمد علي من الحكم، ثالثا وده الاهم عشان خاطر يقدروا يامنوا ايه؟ مستعمراتهم ويعينوا محمد بيك مين؟ الالفي. طب كانت ايه نتائج بقى الثوره او الحمله دي؟ الحمله دي جت على مصر، نركز بقى مع بعض. الحمله كانت جايه على اسكندريه، حمله فريزر. اللي حصل ايه؟ اهالي اسكندريه استبسلوا عشان ما يدخلوش الحمله. استبسلوا فين؟ قال لك ان هم دخلوا اسكندريه وراحوا عند مكان اسمه رشيد وحماد. اهالي رشيد وحماد قدروا ان هم يتجمعوا. طب ايه اللي حصل؟ تعالى احكي لكم اللي حصل. اللي حصل ان الحمله جت على اسكندريه ووقفت، وبعد كده سحبت واتجهت على رشيد عشان تنزل على ايه؟ على القاهره. في الوقت ده ما كانش فيه زعيم وما كانش فيه عمر مكرم، فبداوا ان هم يتكلموه، يا عمر يا مكرم الحق، ده الحمله دخلت على مين؟ على مصر. الحمله دخلت على اسكندريه واخدت، نعمل ايه؟ قال لك استبسلوا في رشيد وحماد. يعني ايه استبسلوا؟ يعرفوا قدامهم لحد ما بعت لكم القوه وعشان توقفوا الحمله مين؟ اللي هي الحمله الانجليزيه اللي هي حمله فريزر. وفعلا قدر الناس تستبسل في رشيد ومين؟ وحماد. وقدروا ان هم يخرجوهم منين؟
من اسكندريه، من رشيد من اسكندريه خالص. طلعوا الانجليز من مصر تماما، وعينوا تاني او رجعوا تاني مين على مصر بقى حاكم. كل ده مين اللي عمله؟ الزعامه الشعبيه. ما كانوش يعرفوا يا عيني ان محمد علي عايز يتخلص ايه منهم. يبقى كده نتائج الحمله: اولا هزيمه الحمله في رشيد وحماد. ثانيا جلاء الحمله الفرنسيه عن مين؟ عن الانجليزيه. عن ايه؟ عن الاسكندريه. ثالثا وده الاهم ان هم يرجعوا محمد علي حاكم على مصر. يبقى انا عندي 3 اسباب و3 نتائج. بعد ما خلصت يلا يا محمد يا علي نفذ خطتك بقى. ايه خطته؟ التخلص من الزعامه الشعبيه. الزعامه عمر شكر. لا كان اسمه ايه؟ ما علينا. عايزين نتخلصوا من الزعامه الشعبيه. تعمل ايه يا محمد يا علي؟ قال لك انا عندي فكره ما تخرش الميه. ايه هي؟ هننفي عمر مكرم الى دمياط. طب انت بتنفي لي هناك؟ في هناك شغل كتير لازم تروح تعمله. يلا. طب هو ليه نفاه وما تخلصش منه؟ قال لك لان هو لو اتخلص منه هتقوم ضده ثوره، الشعب هيقتله اصلا. ده مش بس كده، ده قال لك ان هو راح شال عبد الله الشرقاوي من منصبه، شاله من منصبه خالص. قال له تعالى انت مش كنت كبير العلماء؟ عبد الله الشرقاوي ده كان كبير العلماء. يلا 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 على بيتكم تخلص منه. بعد ما تخلص منهم قال لك استنى بقى، انا عندي الزعامه الشعبيه بس؟ لا، ده انا عندي ناس تانية عايز اخلص منهم خالص. يخرب بيتك، انت عايز تخلص على المماليك خالص؟ قال لك في القلعه. تعمل ايه يا محمد يا علي؟ راح لكبير الحرس اتفق معاه وقال له انا ساعه ما اديك اشاره، ايا كانت الاشاره كانت ايه، كل بيبان القلعه تتقفل. ليه يا فندم؟ هو انت راح تعمل ايه؟ قال له راح اعمل حفله كبيره. الحفله الكبيره دي في القلعه. طب انت هتعمل الحفله دي ليه؟ قال لك بمناسبه ان ابني احمد طوسون باشا تولى قياده الحجاز، حمله على الحجاز بقى وراح يفتحها. وايه هيصه، ما كانش المماليك ما كانتش تعرف ان ده فخ، وما ادراكم الفخ. طبعا المماليك كلهم من غير استثناء قالوا لك يلا احنا رايحين، مش مخونين. محمد علي عازمنا بقى وقال البلاد، لا معهم اسلحتهم ولا حاجه، هو الخنجر اللي بقى محطوط جنبهم ده وقاموا رايحين بقى. طبعا هناك بقى لقوا ما يشتهي الانفس بقى وكل حاجه، وقاعدين بياكلوا والوالي قاعد قدامهم. محمد علي قاعد بكل ثقه وكل حاجه. فجه بقى اداله اشاره. ادى لمين؟ لكبير الحرس. الاشاره بتقول ان اقفل بيبانك كلها وخلص لي على المماليك. وفعلا ده اللي حصل. قال لك ان البيبان كلها اتقفلت بعد الاشاره محمد علي اداها. قال لك كل الجنود اللي كانت موجوده بدات تضرب في المماليك. بعد ما ضربوا تعمل ايه؟ قال لك في ناس طفشت، كان في باب خلفي كان مفتوح. قال لك في ناس طفشت الى السودان. محمد علي يسيبهم؟ لا، ده بعت ابنه ابراهيم باشا وراهم يقتلهم. خريب عقله. ده مش بس كده، ده في ناس طفشت. قال لك في الوقت ده اهو اللي كانوا بيضربوا فيه كان في واحد يعني اسمه امين باشا. امين باشا ده الوحيد اللي ما راحش الحفله. ليه؟ ساعات المراه كده يعني بتعمل حاجه حلوه ساعات. قال لك مراته كانت تعبانه يا عيني وكان قاعد جنبها، فلما يعني بياخد بايديها، فلما خلص اخذ حصانه واتجه الى القلعه. يا دوبك دخل القلعه من بره عشان يخش بقى على الحفل، لا سمع الضرب والمذبح. اخذ حصانه. شفت سور القلعه؟ شفت سور القلعه ضخم ازاي؟ هو ازح من فوقه بالحصان. لا، سور القلعه من جوه مش عالي، انما من بره عالي جدا. اخذ الحصان نط من فوق سور القلعه، الحصان نزل ميت وهو نزل بيضحك. كل ده بسبب مين؟ كل ده بسبب مراته يا عيني يا ابني. فطبعا ده الوحيد اللي طفش. في طبعا كل المماليك تعتبر ماتت. بعد ما ماتوا كلهم بقى عايزين يعرفوا مين اللي عمل كده. محمد علي مين اللي عمل كده؟ المماليك بعد ما نهار ابيض، مين اللي عمل كده يا جماعه؟ يا ابني الناس دي كانت متجوزه وعندها عيله، تصرف لي عليهم، ابعت لكل واحد فلوس يا محمد يا امير يا امير يا اللي مالكش في اي حاجه تماما. وفعلا عمل كده. اللي حصل بقى ان بعد ما المماليك ماتوا، عشان محمد علي يثبت حسن نيته، ان في ناس عرفت ان في ناس من المماليك ماتت، فراحوا نهبوا خيرات البلاد واخذوا الحريم بتوع المماليك دول، وفي اللي اخذوهم عبيد وفي فمحمد علي عشان يثبت بقى حسن نيته اللي هو ما عملش كده، قام رايح مخلص الاناث اللي كانت موجوده دي اللي هي الحريم، خلصهم ورجعهم على بيتهم وانا هصرف عليكم الكلام ده ما دخلش على مراته كان اسمها امينه، كان بيحبها جدا. قال لك من يوم مذبحه القلعه فضل يتعاصي عنه لانها كانت عارفه ان هو اللي دبر المذبحه. عارفين القصه دي كلها في درس كام؟ والله